السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متتبعي قناة الجريدة المغربية. معنا في هذا اللقاء السي محمد عاطف، وهو محلل بالقناة الوطنية الأمازيغية. معنا كذلك ما ننساش كذلك السي محمد عاطف، وهو مقبل على الحصول إن شاء الله الرحمن الرحيم على الدكتوراه. الله يوفقك سي محمد، نتمنى له اللهم بالتوفيق إن شاء امين، الله. شكرا. اللهم امين، شكرا. ومعنا كذلك الاستاذ والصحفي القدير سي ابو نعمه نسيب. مرحبا بكم. غادي نناقشوا مجموعه من المواضيع في هذه الفقره هذه اللي كنتمنى بانها تنال الرضا ديالكم. كنتمنى من الاخوان انكم تحاولوا انكم تدعمونا بالاعجاب حتى يستمر البث بجوده عاليه. اذا غادي نمشيو للموضوع مباشره، ولكن اظن بان قبل هذا كنظن بان التعليقات فهي نو اكتيفي. ما عرفتش علاش. على كل حال ننتظر واحد الدقيقه ونشوفوا بان الاخر نو اكتيفي، ثم اعود اليكم. لي كومونتير يكونوا اكتيفي لو سمحتم. انا ما عنديش كي غندير له انا. على كل حال غادي نمشي. لا، على كل حال غادي نمشيو مباشره للخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي كان الخطاب الذي لم يتعدى 7 دقائق. كنمرر مجموعه من الرسائل وغادي نمشيو للرساله الاولى، وغادي نطرحوا السؤال على السي ابو نعمه نسيب. لماذا ركز الخطاب الملكي على العمل السياسي والتنموي من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه للمملكه؟ وهل حقق النموذج الاقتصادي الاهداف التي تتوخى منه الساكنه؟ وسؤال اخر، كيف تفسر دعوى جلالة الملك نصره الله للقطاع الخاص من أجل المساهمة في مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية ديالنا؟ تفضل سي أبو نعم. طيب، شكرا سي احمد على الاستضافه في القناه عندك. كذلك شكرا للسي محمد عاطف الاستاذ الجميل اللي دائما ما أناقشه ونتحاور فيما بيننا على الكثير من الأشياء التي تهم بطبيعة الحال القضايا ديالنا الوطنية بصفة عامة، وقضية الوحدة الترابية بصفة خاصة، وكذلك العلاقات الدولية، بحكم أنه يهيئ لي دكتوراه في هذا المجال. وأنا فرحان بزاف لأنه ربما هذا ثاني مغربي تيقوم بالبحث فيما يخص العلاقات الدولية والعلاقة بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية. أنا كنبغي نشكر الأخ ديالي الأستاذ السي منار السليمي اللي عرفني بالأستاذ السي محمد عاطف. بالنسبة للسؤال ديالك السي أحمد، كنعتقد بأن القضية الوطنية هي سياسيا ودبلوماسيا الحمد لله تحققت فيها الكثير من الأشياء الإيجابية، ليس فقط بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أو كذلك عودة إسبانيا إلى رشدها بحكم أنها القوة المحتلة السابقة للأقاليم الجنوبية، أو دول أخرى كانت تلعب على الحبلين في علاقتها مع المغرب. أعتقد بأنه الدعوة لجلالة الملك كما أشار إليها في خطابه بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة، لانطلاق المسيرة الخضراء واسترجاع الأقاليم المغربية، كان شار فيها على أن المغاربة بكل أطيافهم يجب علينا العمل أكثر. اليوم وصل المغرب الحمد لله، وصل لواحد يعني واحد الجانب مهم في التعريف بهذا النزاع المفتعل. فلذلك رأينا اليوم الحمد لله أنه السياسة المغربية والدبلوماسية المغربية نشطت كثيرا، وتم تحقيق الكثير من يعني من النتائج الإيجابية، ومنها بطبيعة الحال فتح الكثير من القنصليات الإفريقية في كل من العيون والداخلة، قنصليات متنوعة عبر القارات
جميعها، من أمريكا اللاتينية، من إفريقيا، كذلك من الأشقاء العرب، دول أوروبية إن شاء الله جاية في الطريق. وأعتقد أن بولونيا والبرتغال وإسبانيا، وكذلك ما نساوش الغرفة التجارية الصناعية الفرنسية. فالجانب السياسي ربما اليوم، من أنا على ما فهمت من الخطاب الملكي أن جلالة الملك يريد من المغاربة والدبلوماسية المغاربة أن تنشط أكثر لإنهاء هذا الملف. هو بالنسبة لنا كمغاربة فالملف انتهى كليا. بالنسبة للسؤال الثاني الخاص بدعوة جلالة الملك للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية، فالقطاع الخاص هو رافعة كبيرة للتنمية في المغرب، والقطاع الخاص دائما ما يقوم بأعمال كبيرة وكبيرة جدا، لأن السيرورة المالية للقطاع الخاص موجودة، وبالتالي أولى بالقطاع الخاص أنه يزيد. هو كاين هناك استثمارات للقطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية، إلا أنه تنتمناو باش يعني النداء الملكي للقطاع الخاص يزيد من العمل ديالو ويزيد من المشاريع التنمويه في الاقاليم الجنوبيه، وهذا ما غادي يعود بالنفع بطبيعه الحال للساكنه ديال المنطقه بصفه خاصه، وكذلك للشباب المغربي من اجل يعني سوق الشغل و يعني المساهمه في يعني في الجانب الاجتماعي للمواطن المغربي. نعم، شكرا سي ابو نعمه. غادي نمشي عند سي محمد عاطف. كيف ترى الخطاب الملكي بمناسبه ذكرى ديال المسيره الخضراء؟ تفضل سي عاطف. في الحقيقة الخطاب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعني جاء بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المطهرة. أنا أقول بأن سأركز على الشق الخارجي أو البعد الإفريقي، بأن حقيقة هذا الخطاب يعني يكرس ما يسمى أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية، بحكم بأن هناك روابط تاريخية بين المغرب وشقيه في القارة الإفريقية، وكذلك هناك هوية أو يعني ما يسمى بأن المغرب ينتمي إلى القارة الإفريقية ويشاركها يعني مجموعة من يعني المخططات أو برامج من أجل تنمية الدول الإفريقية. أنا أقول دائما بأن الخطاب ديال صاحب الجلالة يعني كما قلت يكرس يعني الهدف الاستراتيجي للسياسة الخارجية المغربية هو التعاون جنوب جنوب مع الدول الافريقيه من اجل يعني الخروج من الازمه يعني التي يعيشها العالم في ظل هذه المتغيرات الدوليه بسبب تداعيات جائحه كورونا وكذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه. كما نعلم بان العالم يعاني في ظرفه الحاليه من الازمه من الطاقي. يعني هذا ما يعني اكد صاحب الجلاله على ضروره يعني او يعني الالتفات الى مشروع انبوب الغاز لتحقيق الامن الطاقي في الدول، خاصه الدول غرب افريقيا التي سيمر منها الانبوب الغاز النيجيري. كما نعلم بان 440 مليون نسمه تقريبا في هذه المنطقه. كنعرفوا بان هذه المنطقه يعني تزخر ب يعني واحد الكم هائل من السكان، لذا يعني خاصها يعني ما يسمى بالاليات التعاون والتفاهم السياسي بين البلدان الافريقيه باش يحققوا واحد التكامل بيناتهم ويحاولوا يواجهوا التحديات اللي يعني كتفرضها هذه المتغيرات الدوليه. اذا انا كنشوف بان الانبوب الغاز النيجيري يشكل واحد البعد استراتيجي او النظره المستقبليه للدبلوماسيه المغربيه باش يعني تخرج للقاره الافريقيه من هذه يعني التبعيات للدول خاصه الشماليه، بان هناك تفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب. اذا باننا كنشوف الدبلوماسيه اذا كمرتكز. كنظن كاين مشكل ديال الصبيب الانترنت عند السي محمد عاطف، ولكن غادي تفضل كنتمنى بان تكون الامور مزيانه. تفضل السي عاطف.
على ما اظن واش الصوت وهذاك. لا نعم، تفضل 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 تفضل. كما قلت بأن الأنبوب بالغاز النيجيري يشكل واحد البعد استراتيجي أو النظرة المستقبلية في الدبلوماسية المغربية تجاه إفريقيا، وبحكم بأن المغرب عنده واحد المكانة هامة، واحد كي تعتبر قوة إقليمية اللي كتساهم في التنمية في القارة الإفريقية من خلال إطلاق العديد من المشاريع اللي كنشوفها في القارة الإفريقية. أكيد بأن ساهمت يعني في العديد من البلدان ديال القاره الافريقيه من خروج يعني غير من تقليص ديال التفاوت بين الدول، علما بان القاره الافريقيه ما تزال تعاني من التحديات ديال من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الامنيه، بحكم ان المغرب كذلك تعتبر واحد قوه اقليميه اللي قلت قبيله بانه هو يساهم يعني في استقرار الدول الافريقيه، وخاصه ردع ما يسمى بالتهديدات الامنيه والتطرف والارهاب. وبحكم بان المغرب عنده واحد السمعه دوليه وعنده واحد استراتيجيه امنيه لردع هذه التهديدات اللي تخلي البلدان الافريقيه هي تعيش بالسلام والاستقرار ويكون فيها واحد السلام باش يحققوا ما يسمى بالازدهار الاقتصادي، بان بدون استقرار لا يمكن ان يكون ازدهار اقتصادي في هذه المنطقه. وهنا يعني بان صاحب الجلاله دائما يؤكد في خطاباته يعني بان خاص تكون التنميه في الدول الافريقيه باش يكون واحد التكامل، واحد يعني واحد الاستقرار في هذه البلدان. نعم، شكرا سي محمد عطيف. غادي نمشي لسي ابو نعمه. واحد الكلمه قالها الملك في الخطاب ديالو منين وجه الرساله ديالو وهضر على نيجيريا، قال كلمه اخي. ونحن نعرف بان نيجيريا مازال ما سحبتش الاعتراف ديالها بالجبهه الوهميه البوليزاريو. مساله اخرى، واش ما كتشوفش بان نيجيريا قريبا انها غادي تراجع الاوراق ديالها وتخرج للعلن وتسحب الاعتراف ديالها بالجبهه الوهميه؟ مساله اخرى، هل ممكن اليوم ان نقول ان مشروع انبوب الغاز نيجيريا المغرب حتميه حقيقيه؟ سي ابو نعمه تفضل. وهو قبل أن نتكلم على حتمية المشروع الغاز النيجيري المغربي، فلازم أننا نتكلموا على هذه المسألة. يعني التساؤل اللي طرحتيه الأستاذ هو يعني توجيه جلالة الملك للرئيس النيجيري بالأخ، فهذا يدل على نوعية العلاقة اللي كتجمع بين القيادتين المغربية والنيجيرية. فبالتالي المغرب، وهذا هو الفرق بين المغرب والكثير من الدول العربية وحتى من الإفريقية وحتى الجيران ديالنا، هو أنه المغرب لا يحارب الدول التي تعترف بالكيان الوهمي، ولكن المصالح هي التي تهم المغرب. فالمغرب كما تفضلتي وقلتي، رغم أنه نيجيريا إلى حد الساعة لم تسحب الاعتراف ديالها بالجمهورية، إلا أن هذا لا يمنع من أن المغرب يربط علاقات اقتصادية كبيرة مع هذا البلد الكبير والكبير جدا. وفي ظل هذه العلاقة هذه جاء المشروع ديال الأنبوب الغاز. وبطبيعة الحال المغرب كيف قال الحسن الثاني، قال نحن لا نترافع على القضية الوطنية، يعني بين قوسين، لأنها قضية فيها شيء من يعني من الشبهات ولا لا. القضية الوطنية في 75 انتهى الأمر ديالها عندما يعني تم رفع العلم الوطني في البناية الوحيدة في مدينة العيون، وإنزال العلم الإسباني، وعزف النشيد الوطني، وسلم العلم الإسباني إلى السلطات التي كانت في السلطات المحتلة في الأقاليم الجنوبية. إذا انتهى بالنسبة لنا هذا المشكل. العلاقة المغرب ذكي في علاقته، هذا الذكاء هذا لم يأتي من فراغ، بل لأنه دولة أمة، دولة لها حضارة، لها تاريخ،
لها علاقات قديمة وقديمة جدا مع الكثير من الدول الإفريقية والدول يعني الغربية، وبالتالي سننظر للأيام المقبلة. نيجيريا ممكن تسحب يعني الاعتراف ديالها، رغم أنها ليست لها علاقة، يعني العلاقة اللي كانت مع الجزائر اليوم، حتى علاقتها مع الجزائر أصبحت يعني تشهد مراحل غير مستقرة. وبالتالي أعتقد بأن الأنبوب ديال الغاز هو حقيقة حتمية، والعارفين بشخصية جلالة الملك والعارفين بالخطب ديال جلالة الملك، فجلالة الملك لا يتكلم عن أشياء غير موجودة. الثقة التي رأيناها لجلالة الملك في الخطاب ديالو توحي بأن العلاقات المغربية النيجيرية هي فوق كل اعتبار، وأن الأنبوب ديال الغاز سوف يشكل واحد الطفرة تنموية كبيرة لجميع الدول التي سيمر منها إلى أن يصل إلى أوروبا. وبالتالي أعتقد بأن مسألة الاعتراف من عدمه، المغرب لا يناقش هذه المسائل، ولذلك المغرب حتى مع جنوب افريقيا التي تكن العداء اكثر من الجاره الشرقيه الجزائريه، رغم ذلك المغرب ظل محافظا على توازنه، ظل محافظا على ربطه الجأش ديالو، بالتالي لم يقايض جنوب افريقيا باشياء اخرى، حتى ولو ان جنوب افريقيا اساءت الكثير والكثير للمغرب، الا انه المغرب ما يمكنش يلعب هذه الورقه هذه، لان لنا من التاريخ ولنا من العلاقات ما ممكن ان تديب مثل هذه النوعيه من العلاقات المتشنجه مع دول اخرى الى اليوم لا زالت يعني تلعب على الحبلين. لذلك نعم. المشروع غادي يكون مشروع مهم ومهم كبير. الانطلاقه ديالو يعني بدات من خلال الدراسه، فنتمنى ان شاء الله في خلال الاشهر المقبله او السنتين المقبلتين ان شاء الله يتم تنفيذ هذا المشروع والانتهاء منه لحاجه الشعوب التي سيمر عنها، يعني وغادي تكون فيها واحد الاستفاده كبيره وكبيره جدا. نقطه اخرى كنت كنتمنى انك تطرحها الاستاذ، وهي قضيه موريتانيا، ان جلاله الملك يعني اول مره تتكلم على موريتانيا. راني كنت جاي لها ستساهم كذلك من جانبها في انجاح هذا يعني هذا المشروع ديال انبوب الغاز نيجيريا المغرب. لا غير واحد المساله دابا، واش موريتانيا رجعت للرشد ديالها وعرفت بان المصلحه ديالها؟ هذه سؤال موجه لك انت يا سي ابو نعمه، وكذلك للسي محمد عاطف. واش موريتانيا رجعت للرشد ديالها وعرفت بان المصلحه ديالها راه ماشي مع الجزائر، راه مع المغرب؟ هذا سؤال لكم جوج. وهو شوف، موريتانيا دوله شقيقه. موريتانيا يجمعها مع المغرب والمغاربه تاريخ، والكثير من يعني من الفقهاء الموريتانيين تكونوا في المغرب، والكثير من المغاربه كذلك كانوا يجولون ويصولون في موريتانيا، وموريتانيا بلد شقيق. والعلاقه ديالها مع المغرب هي علاقه معروفه، هي تعترف بالكيان الوهمي، ولكن لم تفتح السفاره للبوليساريو في اراضيها. هناك علاقه بينها وبين البوليساريو، ونحن لا نريد ان ندخل في نوعيه هذه العلاقه هذه وما ترتب عليها في السبعينات من حرب ومن قتل ومن هجومات للمرتزقه على الاراضي الموريتانيه. لكن المشروع ديال الغاز النيجيري غادي يكون له يعني واحد الفائده كبيره لموريتانيا. وموريتانيا اليوم ليست هي موريتانيا الامس، موريتانيا اليوم لها من الامكانيات اللوجستيكيه والعسكريه ما ممكن ان
يعني تدافع عن أراضيها، ويعني ليست بالسهل اليوم على أي كان أن يزعزع الاستقرار الشعب الموريتاني الشقيق. نعم، نفس السؤال بالنسبه للسي محمد عاطف. واش موريتانيا دابا رجعت للرشد ديالها كما طرحت السؤال على السي ابو نعمه، وشافت المصلحه اللي ديالها كاينه مع المغرب؟ مساله اخرى اللي بغيت نطرحها هو ان كثر الكلام يعني سابقا، وخرجت مجموعه من المنابر الاعلاميه الجزائريه اللي كتعمل البروباغندا ديال النظام الجزائري، وبقاو كيتكلموا على المشروع ديال الغاز النيجيري، بان الجزائر هي اللي غادي تدفر بهذا المشروع. ولكن الان من خلال الخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس تاكد رسميا بان الانبوب ديال الغاز المشروع بانه مع المغرب وليس مع الجزائر. كيف فشلت الجزائر ولماذا نجح المغرب؟ نرجع الاول لموريتانيا. أكيد بخصوص موريتانيا كنعرفوا بأن عندها واحد علاقات ضاربة في التاريخ مع المغرب، وكذلك بأن هي دولة جوار مع المغرب، وبحكم بأن المغرب كيحترم سيادة الدول يعني والمواقف ديالهم، وكذلك كنشوفوا بأن المغرب عنده واحد يعني علاقات جوار كما كنقول، بأن عنده واحدة من الجنوب أقاليم جنوبية للمملكة المغربية يعني كاينة موريتانيا. اللي كنشوفوا بأن أي حاجة راه كتكون يعني عندها علاقة مع المغرب كيتكون واحد التنسيق ما بين موريتانيا والمغرب، سواء من الناحية ديال التهديدات الأمنية إلى آخره. لأن كنشوفوا بأن هذا السياق ديال اللي جا فيه الأنبوب الغاز النيجيري اكيد كيقولوا يقدر يدوز في البر او في البحر. كنشوف بان غيدوز موريتانيا وغادي يدوز على الاقاليم الجنوبيه من المملكه المغربيه وباش يتجه صوب اوروبا. اكيد بان موريتانيا حتى هي خاص تدخل في هذا، تساهم وتدخل في هذا المشروع، وكذلك تم يعني التوقيع واحد الاتفاقيه، واحد مذكره تفاهم، واحد الاتفاقيه اللي مثلا اللي غادي تساهم فيها موريتانيا كذلك من اجل يعني باش يدوز. لا جينا نشوفوا مثلا كما قلتي بان نيجيريا كانت وقعت واحد يعني مذكره تفاهم بينها وبين الجزائر. اكيد الا جينا نشوفوا يعني المؤهلات والامكانيات اللي مثلا باش يدوز الغاز من مثلا من نيجيريا يدوز للجزائر، اكيد هذا من سبع المستحيلات اللي كنقول بان باش يدوز. اكيد بان المنطقه ديال الساحل والصحراء فيها تهديدات امنيه، من الصعب يعني باش توفر الامان والانبوب الغاز باش يدوز على الجزائر، هذا ما مستحيل باش يدوز. على عكس اللي كيقول بان البلدان الغرب افريقيه اللي غادي يدوز عليها، وغادي يساهم يعني في تنميه مجموعه من ديال الدول اللي كنشوفوها مثلا عندها واحد نقص في الموارد ديال الطاقه وكذلك والغاز الى اخره. لا نشوفوا مثلا اللي غيجي من نيجيريا يدوز على يعني نيشان الجزائر، يعني ما غاديش يستافدوا الدول الاخرى. اذا باننا كيشوفوا الدول يعني اغلبيه الدول غادي تدافع من خاصه الدول الغرب افريقيه غادي تدافع على هذا المشروع، من ضمنها المغرب، موريتانيا، كاع الدول والمطله على المحيط الاطلسي، يعني خاصه اللي كاينه في شماليه نيجيريا. اذا اللي كنشوف بان هذه القضيه ديال بان كما اكد عليها صاحب الجلاله في الخطاب الاخير بان هذا الانبوب وصل لواحد المرحله جد متقدمه، اذا بان هناك يعني واحد كما قال السي عبد الرزاق بان قدر مستقبلا او من هنا واحد عام او عامين قدر يتم التنزيل يعني في هذا الانبوب على ارضيه الواقع باش يتم يعني بناء. وهناك يعني شركات كبرى عالميه اللي كتقول بان كتدعم وكتأيد هذا المشروع باش يعني يتطبق على ارضيه الواقع. نعم سي عاطف، غادي نمشيو عند السي ابو نعمه. حنا كنشوفوا بان السي بوريطه قبل ما يمشي للقمه العربيه كان زار السنغال وكذلك نيجيريا. واش ما كتشوفش بان المغرب كان كيخطط انه يمشي من ينهضر للملك في الخطاب ديالو على دول غرب افريقيا؟ واش المغرب ما كانش انه كيخطط من قبل باش انه يدخل في ديك المنظمه السيدياو؟ سي ابو نعمه. بالنسبه للسيدياو، المغرب مرحب به. المغرب مرحب به. المغرب سياسته سياسه ديال يعني عقلانيه. المغرب لا يتسرع في يعني في سياسته مع يعني الدول الصديقه والشقيقه، فدائما ما يعني يتريث في الكثير من الاشياء. السيداو هما يعني المسؤولين ديال التجمع هذا الاقتصادي القوي في افريقيا،
هما اللي يعني تيطالبوا المغرب اليوم باش يعني يدخل هذا التنظيم هذا. لماذا؟ لانه جات دابا لاحظتي معايا سي احمد انه كاين هناك مشروع سيجمع هاد الدول ديال السيداو ديال غرب افريقيا في ما يصطلح بتسميته اليوم بالتجمع الاطلسي، يعني اللي هو بالاختصار معروف بالساطو. هذا التجمع هذا تجمع كبير اللي غادي تضاف ليه الدول اللي هي مقابله للاراضي الغربيه الافريقيه اللي جات على المحيط، وهي دول امريكا اللاتينيه وكندا والولايات المتحده الامريكيه. وهذا تجمع كبير وكبير جدا، غادي تكون له مصالح كبيره بالنسبه لكندا والولايات المتحده الامريكيه وكذلك الدول ديال امريكا اللاتينيه، بحكم يعني لأن إفريقيا اليوم هي مستقبل العالم. فلذلك نرى أن المغرب يعني شيد الكثير من البنيات التحتية في الأقاليم الجنوبية، الكثير كذلك الموانئ، ولعل الميناء الأطلسي ديال الداخلة، وهذا تكلموا عليه حتى هنايا في سياسيين برازيليين ويعني أساتذة ديال العلاقات الدولية والاستراتيجية، قالوا بأنه هذا الميناء ديال الداخلة سوف يجعل من غرب إفريقيا عامة والمغرب بصفة خاصة واحد المحور اقتصادي عالمي جديد. فإذا سيداو غادي المغرب مرحب به، لكن المغرب يتريث ريثما يعني تم معرفة يعني الكثير من الحيثيات التي بامكانها ان تدعم هذا يعني القبول ديالو في هذه المنظمه هذه. نعم، شكرا سي ابو نعمه. غادي نمشيو للمؤتمر قبل ما نمشيو للزياره المرتقبه ديال ماكرون الى المغرب. غادي نمشيو للمؤتمر ميدايز بطنجه اللي كان في 4 نوفمبر 2022. هناك وزراء يعني سابقون ووزراء خارجيه سابقون وسفراء سابقون انهم داروا واحد الاجتماع ان 9 ديال الدول الان اللي كتحاول انها تسحب ذاك الجبهه الوهميه ديال البوليزاريو من الاتحاد الافريقي. سي محمد عاطف، تفضل. اكيد سي احمد، كنعرفوا بان هاد القمه ديال بيدايز في الحقيقه بان هاد المخرجات باش خرجوا يعني واحد المخرج ايجابي اللي كنشوفوا او مكتسب دبلوماسي يعني للمملكه المغربيه. اكيد بان يعني بقاء الكيان الوهمي اللي هو كيتعتبر من الانفصالات اللي كتهدد استقرار يعني في الجنوب ديال المملكه المغربيه. اذا انا كنقول بان الطرد ديالو يعني انا الوقت باش يتم الطرد ديالو من الاتحاد الافريقي، بان اقحام هذا الكيان الوهمي داخل يعني انذاك منظمه الوحده الافريقيه هو واحد خطا جاء نتيجه المناورات السياسيه اللي كانت كتقوم بها الاعداء الوحده الترابيه المغربيه من ضمنها الجزائر وكذلك جنوب افريقيا الى غير يعني مجموعه من الدول اللي كانت كتحاول دير مساس في السياده المغربيه. اذا بانها تشوف هاد الوزراء الخارجيين السابقون وكذلك الدول اللي شاركت في هاد ميدايز حقيقه هذا المكتسب اللي كنعتبره انا مكتسب دبلوماسي باش يتم يعني طرد الكيان الوهمي من يعني من الاحضان ديال الاتحاد الافريقي. وانا كنقول دائما هذيك الماده الرابعه من القانون التاسيسي ديال الاتحاد الافريقي يجب يعني اعاده النظر فيه، بان هذا الوجود ديال هذا الكيان الوهمي لا يتلائم يعني مع يعني القانون التاسيسي ويخالف او يقوم بخرق هذه القواعد. اذا بان هذه الدول كذلك الافريقيه خاصه هي تعود النظر في، خاصه اللي كتعترف بالكيان الوهمي، تعود النظر في المواقف ديالها، لان ما يعني ما جدوى وما يعني المكانه ديال هذا الكيان الوهمي بان هو ما عندوش شي دور، ما عنده حتى شي قيمه يعني. ويعني دائما كنقول بانه هو عنده واحد كيشكل واحد لا استقرار في المنطقه ويهدد سلامات يعني ديال المملكه المغربيه والسياده ديالها. اذا انا كنقول بان دائما خاص يعني الدول الافريقيه يعني تم الطرد ديالو وباش يخرج يعني بان حقيقه بانه هو ما عندوش لا مقومات الدوله، ما عنده الدول باش يستافدوا منه، بان المنطق ديال العلاقات الدوليه الان اللي
كنشوف بان يعني مبني على البراغماتيه، وخاص يكون واحد المصالح المتبادله والثقه المتبادله اللي تكون ما بين الدول. اذا باننا كنشوف بان هذا البقاء ديال الكيان الوهمي في هذا الاتحاد الافريقي هي واحد لان كيشكل واحد تحدي للبلدان الافريقيه. علاش؟ بان المغرب راه مغربيه الصحراء، ما كاينش لي بان التحدي لتلك الدول. اما حنا راه عندنا الاثبات ديال مغربيه الصحراء، حنا نريد فقط حل النزاع المفتعل، لان مغربيه الصحراء تؤكد يعني الحجج السياسيه والقانونيه والتاريخيه. اذا بان كنقول دائما هذا الكيان الوهمي خاص الدول يعني دير واحد اجتماع فيما بينها من اجل اخراج هذا الكيان يعني من الاتحاد الافريقي. نعم، شكرا سيدي عاطف. ولكن هنا راه عندنا الذباب الالكتروني يعني جزائري مرتزق يعني يسب ويشتم، وكنتمنى من الاخوان اللي معنا هنايا رحبوا بنا معنا السي عاطف محمد، وهو اعلامي وصحفي بالقناه الوطنيه ديال الامازيغيه، ومعنا كذلك الاستاذ والصحفي الجليل سي ابو نعمه نسيب. غادي نضحكك السي ابو نعمه، غير ملي كيهضروا على اننا ملي كنجلسوا مع مثلا مع البوليزيريو في الاتحاد الافريقي في طاوله كنجلسوا كيقول لك هذا اعتراف ضمني بانكم كتعترفوا بالبوليزاريو. دابا الان ان عبد المجيد تبون راه في مصر زار شرم الشيخ وحضر لك المؤتمر ديال المناخ، شكون اللي معاه؟ يلا مع الرئيس الاسرائيلي، وهذا ماشي اعتراف ضمني عاوتاني نقولوا لهم تعتبون انه الجزائر كتعترف باسرائيل. سي ابو نعمه تفضل. دابا هاد المساله ديال اسرائيل والهروب من هذا والكلام يعني هكذا الفضفاض بدون يعني بدون واقعيه. اليوم العالم اليوم لم يعد ذلك العالم يعني الاحادي يعني الاقطاب الاقتصاديه. اليوم يجري كل دوله تبحث عن يعني عن يعني عن اقتصادها، تبحث عن علاقتها، تبحث بالتالي تبون يعني يجلس او لا يجلس، فاسرائيل مفروضه عليه ومفروضه على الكثير من القوى العربيه والافريقيه. ولكن السي ابو نعمه راه دابا الان كيوجهوا لك الرساله لا انت ولا السي محمد عاطف، كيقول لك ايوا انتم مطبعين. ايوا دابا شنو نقولوا دابا عبد المجيد تبون؟ واش نتهموا بالتطبيع هنايا؟ المغرب ليس بالمطبع. المغرب اعاد علاقته لان داخل اسرائيل توجد جاليه مغربيه يهوديه يعدر تقدارها بحوالي 1,250,000 مواطن مغربي من الديانه اليهوديه. هاد المغاربه لازم لهم اللي يرعى المصالح ديالهم، عندهم املاك ديالهم في المغرب منذ مئات السنين، عندهم مزارات ديالهم، عندهم يعني عندهم دي سيناغوغ ديالهم، مقابر ديالهم. بالتالي المغرب رأى في أن إعادة العلاقات مع إسرائيل هي من أجل المواطنين. وبطبيعة الحال اليوم لا يمكن أن نتكلم على يعني لماذا المغرب مطبع، وكأن إسرائيل اليوم ما نعانيه نحن من الجزائر العربية الأمازيغية المسلمة الجارة، التي المغرب لحم أفرادها ومواطنيها وحكامها من خيرات المغرب. المغرب هو الذي دعم الثورة الجزائرية، المغرب هو الذي فتح البيوت ديال المقاومة والمجاهدين الجزائريين. المغاربة هم من علم الجزائريين السياسة، المغاربة هم من جعلوا القرآن، إذا كان يتلى القرآن اليوم في الجزائر فالمغاربة هم الذين كان لهم السبق في ذلك. ماذا استفدنا اليوم من علاقتنا من الجزائر إلا الحسد والبغض والسب واللعن. إسرائيل لم تعادي المغرب. هل إسرائيل عادت المغرب؟ بل نحن حاربنا الإسرائيليين، حاربنا الكيان الصهيوني في حربين،
وسقط الكثير من جهودنا. ومع ذلك اليوم ماذا أعطت الجزائر للقضية الفلسطينية إلا الشعارات؟ الجزائر حتى سفارة أو قنصلية لها في فلسطين لا توجد. ليس هناك، لا يمكن أن نقارن الغير مقارن. المغرب له سياسة واقعية وشفافة. المغرب لا يختبئ وراء يعني الحيوط ووراء الكلام الفضفاض. المغرب واقعي في العمل بتاعه. المغرب سياسته معروفة، وبالتالي لا، المغرب ليس في حاجة للإملاءات. أن الجزائر التي أنشئت بظاهر رئاسي دوغولي أصبحت اليوم تتكلم عن يعني عن العلاقات بين للمغرب مع دول أخرى. المغرب ليس في حاجة لهذا الشيء. المغرب له تاريخ، له حضارة. المغرب له علاقات مع روسيا، علاقات تعود إلى القرن الرابع عشر. المغرب عنده علاقات مع فرنسا تعود إلى القرن الثاني عشر. العلاقات المغربية مع إسبانيا، مع البرتغال، مع الصين، مع كثيرة هي الدول التي كان المغرب كان للمغرب سفراء في هذه البلدان. بالتالي لا يمكن أن نقارن هذا. الجزائر لو وجدت، والله أقول، الجزائر لو وجدت من يتدخل لها من أجل أن تطبع مع إسرائيل، هنا المغرب التطبيع ديال الجزائر لا يمكن أن يقاس مع دول أخرى كالإمارات وكقطر كالبحرين وكالأردن وكمصر وطبيعة الحال كالمغرب. لا يمكن أن نقارن هذه البلدان مع الجزائر. الجزائر تعيش مشاكل داخلية. الجزائر بلد النفط وبلد الغاز، وشعبها يقوم قبل صلاة الفجر ويقبض الصف من أجل قنينة غاز. الجزائر لها من الخيرات التي لم يأتي بها نظام الكبرانات، بل الله سبحانه وتعالى وهب الأرض من الغاز ومن البترول ما كان يمكن أن يجعل للشعب الجزائري أن يكون مثل قطر ومثل الكويت ومثل الإمارات ومثل البحرين ومثل دول الخليج بصفة عامة. أين يعيش اليوم المواطن الجزائري؟ لذلك أعتقد بأنه الكلام عن التطبيع وعن هذا كلام مردود عليهم. وبالتالي المغرب بلد له سيادة، والقرارات ديالو تتخذ بعقلانية، ولسنا في حاجة لمن، وخصوصا إذا كانت الدولة حديثة، أن تتكلم على المغرب بأنه طباعة. وهذا أليس الرئيس الجزائري في المؤتمر القمة العربي قال بأنه نحن مع يعني حل الدولتين؟ معناه شنو؟ معناه أنك تعترف بإسرائيل وأنت تريد لحل دولتين، دولة فلسطينية على حدود 67. فبالتالي هذا الكلام التطبيع وهذا، والله لو وجدوا، والله وانا اعرف الكثير من اليهود الاصول ديالهم جزائريه اليوم يذهبون الى المغرب ولا يذهبون الى الجزائر، لانهم نعم. يخافون على انفسهم. نعم. تنتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يعطي عقل هذه الجزائر هذه، لانه راه غتبقى تابعنا، راه غادي تعيش في الفضفاض وغادي تعيش في المشاكل وتعيش. المغرب لا يمكنه ان يحارب هاد الناس هادو. اظن ما غاديش نقدر نتكلم اكثر على الجزائر، لانه عندي اصدقاء جزائريين اكن لهم كل الحب وكل التقدير، وكذلك هم يبادلون نفس الشعور، وبالتالي هم غير راضيين على السياسه ديال المسؤولين ديالهم. نعم. غادي نمشي عند، باش نختموا هذه الحلقه هذه، غادي نمشي عند السي محمد عاطف. الزياره المرتقبه ديال ماكرون الى المغرب، راه شفنا الخطابات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، انه منين هضر على وجه واحد الرساله الى فرنسا ان فرنسا تبتعد عن الضبابيه. ما هو السر في هذه الزياره؟ شنو ممكن تقول لنا؟ اكيد سي احمد، كنشوفوا بان اولا من خلال الخطاب ديال صاحب الجلال بانه وجه واحد الرساله لمجموعه من البلدان اللي عندها مواقف ضبابيه. اكيد بان فرنسا، على ما اظن، اعتقد بان هي من خلال الزياره اللي بغى يديرها ماكرون الى المغرب، اظن بان عندها واحد يعني اهداف
وخاصة كنعلموا بأن القضية الوطنية هي من يعني القضية اللي كتكون من أولويات السياسة الخارجية المغربية اللي خاص تكون فرنسا يعني واضحة فيها. إذا بأن ربما يعني مستقبلا تقدر تكون واحد يعني إعادة النظر من قبل يعني فرنسا في هذه القضية، بحكم بأن هذيك الزيارة اللي دارت يعني أو اللي دار رئيس الفرنسي إلى الجزائر هي اللي خلات هذه النقطة فرنسا يعني تعود نظر في هذه القضيه، رغم بان الصحراء مغربيه كتبقى صحراء مغربيه. اذا فرنسا اللي كنشوف بان الزياره اللي غادي يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون الى المغرب عندها قدر تكون اهداف يعني اقتصاديه، ويعني هناك تعاون امني، وتقدر تكون في الاتحاد الاوروبي بان المغرب يعتبر الشريك المتقدم للاتحاد الاوروبي، وهو يعني عنده واحد التقارب بينه وبين يعني مجموعه من الدول في اطار العلاقات الثنائيه او في اطار العلاقات متعدده الاطراف. اذا بان المغرب كيساهم في مجموعه من الامور يعني ديال القضايا ديال الهجره، ويعني وكذلك في التهديدات الامنيه اللي كتقدر تكون عابره للحدود اللي كتمشي للاتحاد الاوروبي. المغرب كيلعب واحد الدور وكيساهم كبير في هذه النقط. وكذلك هناك يعني بعض الوسائل الاعلام اللي كتقول هناك يعني واحد يعني تقارب بينه من يعني المؤسسه العسكريه الفرنسيه وبين المغرب. اذا يعني واخا هكا كنشوف بان فرنسا يعني مستقبلا قدرت تغير الموقف ديالها، بان مغربيه الصحراء كتبقى مغربيه الصحراء. يعني فرنسا كنقول دائما خاصها تخرج من ذاك الموقف الضبابي وتجيب الموقف الصريح والموقف يعني الواضح تجاه القضيه الوطنيه. اذا شكرا سي محمد عاطف. انا غادي نرد على واحد الذباب الالكتروني اللي كيقول لك عاش التندوف وعاش البوليزاريو. انا ساقول لكم باش نختموا هذه الحلقه هذه، كون على يقين دائما اقولها بان هذا البوليزاريو اللي كتهضروا وكتقولوا عاشت بوليزاريو وعاش شنقريحه وعاشت بون، كونوا على يقين بان هذا البوليزاريو غادي تكون بمثابه شبيحه الاسد في الجزائر، وهي اللي غادي تهز الاستقرار ديال الجزائر. كونوا على يقين هذا ما يمكن ان اقوله. ونحن بطبيعه الحال الحمد لله نحن صامدون للدفاع عن الوحده الترابيه وعن المصالح العليا للمملكه المغربيه الشريفه. ما غاديش نحبسوا بتاتا مطلقا. كنشكر السي ابو نعمه، وكنشكر كلمه اخيره باختصار السي ابو نعمه وكذلك السي محمد عاطف. وعلى اي انا دابا انا هذا السؤال كنت وجهته للكثير من الزملاء الصحفيين الجزائريين عندما كنا نناقش العلاقات المغربيه الجزائريه، وكانوا دائما ما يتكلمون عن سبتهم ليليا. يا سيدي تيقول لك بهذه العباره، يا سيدي روح حرر سبتهم ليليا. طيب يا سيدي، اذا كانت الجزائر مع البوليزاريو مع انشاء دوله فوق الاراضي المغربيه وتدعمون تقرير المصير وتدعمون الدولة المستضعفة، فإذا لماذا لم تتجرأ الجزائر ولا مسؤول جزائري منذ أن تأسست الدولة الجزائرية سنة 1962، لماذا لم تقولوا نحن مع تقرير المصير لسبتهم ليليا ويجب أن تعود سبتهم ليليا للمغرب؟ هذا سؤال نتمنى أنه الإخوان ديال الجزائريين اللي تتابعونا عبر المباشر في هذه اللحظات يجاوبونا. اما قضيه الصحراء فقد انتهينا منها، المغرب انتهى من الصحراء، فهمت؟ فاليوم كنقول لكم بانه حتى هذه 3 ايام كان التجمع ديال دول امريكا اللاتينيه والكاريبي اللي هما التجمع الاقتصادي ديال الانديني، أقر بأن ورقة الحكم الذاتي هي السبيل الأحد والأوحد لإنهاء هذا الصراع المفتعل، وهم مع المغرب. يعني ملي كنتكلموا على الانديني فنحن كنتكلموا على كولومبيا، تنتكلموا على الإكوادور، تنتكلموا على البيرو، تنتكلموا على الشيلي، تنتكلموا على دول اليوم أصبحت لها علاقات مع المغرب. اليوم المغرب يعتبر العضو الوحيد الإفريقي والعربي المراقب داخل دول الميركوسور، دول التجمع الاقتصادي ديال دول أمريكا اللاتينية.
انتهى اليوم. كذلك البارح، اول البارح خرج الاعلان ديال هلسنكي، الدول الاسكندنافيه تؤيد ورقه الحكم الذاتي وتطالب الامم المتحده من اجل الاسراع لتنزيل هذا الحكم الذاتي لانهاء هذا الصراع المفتعل. اين ستنام الجزائر من فوق كل هذا؟ اعتقد على الجزائريين ان الرساله لجلاله الملك وجهها التبون من اجل الحضور الى المغرب، و يعني المحاوله لاعاده العلاقات المغربيه الجزائريه، وان نترك الملف ديال الصحراء لدى الامم المتحده، وتعالوا لنفتح الحدود ونعيد. ليس لنفتح الحدود لانه غادي ناكلوا، غادي ناخذوا من عندهم الطماطم وناخذوا من عندهم النعناع وناخذوا من عندهم التمر ولا ما عرف شنو هو، ولا الفلفله الحاره، التمر مسموم. التمر مسموم. التمر مسموم سي ابو نعمه. مع الاسف هذا هو اللي كنتمناه. مع الاسف انا اتساءل، والله يسمحوا لي، انا اتساءل ما جدوى ان تكون في الجزائر جامعات ومعاهد للتكوين ومدارس عليا إذا لم تكن هذه الجامعات وهذه المدارس تنتج لنا مسؤولين شباب. البلد الوحيد في العالم اليوم الذي لا يقل أعمار مسؤوليه على 67 سنة هو الجزائر. مع الأسف. مع الأسف. سي محمد عاطف، غادي نمشي غير لواحد المسألة. دابا فرنسا، دابا ماكرون، علاش اخويا ما يجبدناش دابا الارشيف يعطينا كيفاش منين دخلت فرنسا المغرب، كيفاش كانت الخريطه ديالنا؟ واش ما كتشوفش بان المغرب غادي يحاول انه يشوف هذه المساله هذه، لان عندنا المساله ديال قضيه الصحراء الشرقيه و تفضل سي محمد عاد. تفضل. اذا راه عنده يمكن مشكل في الصوت. تفضل سي ابو نعمه. اكيد اللي كنشوفوا بان الخريطه المغربيه هي كتبقى يعني خريطه عندها الحدود. تفضل سي عاطف، تفضل. كتسمعني؟ نعم تفضل. الصوت مزيان. تفضل. اكيد فرنسا اللي كنشوفوا بان الخط او الخط ديال الخريطه المغربيه اللي كتشوف مره يعني كنشوفوا بان فرنسا كتحاول يعني دير هذيك السياسه ديال بانها مع هذه الكفه. اذا اظن الاخوان حول مع الجوجو كما كيقول لك. كنشوف بان اصلا دائما واقول بان يعني كتسمعني؟ ما كاينش شي اشكال في الصوت؟ لا كاين. تفضل. بخصوص يعني كما قلت بان فرنسا دائما خاصها يكون واحد الموقف صريح، وهي كتعتبر من الدول اللي يعني استعمرت يعني الجزائر واستعمرت المغرب. اذا فرنسا هي كتعرف يعني الحقائق التاريخيه او يعني الحدود التاريخيه بان راه كنشوفوا بان الحدود التاريخيه المغربيه راه وصلت لواحد يعني كانت يعني واحد الحدود واصله الى يعني الشرق ما يسمى بالصحراء الشرقيه. اذا بان فجات الاستعمار وحاول يعني دار واحد التقسيم للدول. اذا انا كنشوف بان الصحراء المغربيه يعني تحاول يعني فرنسا تلعب هذيك القضيه ديال بان مع هذه الكفه مع هذه الكفه. اذا انا كنقول بان من الرساله اللي وجه صاحب الجلاله في الخطاب ديالو بان خاص الدول تكون يعني واحد المواقف صريحه وتخرج من الضبابيه ديالها. اذا بان دائما واقول بان مغربيه الصحراء ستبقى مغربيه الصحراء الى ان يرث الله الارض من عليها. اذا بان اقول دائما بان النظام العسكري الجزائري دائما يعني هو يحاول او يقوم بمعاكسات الانتصارات اللي حققتها الدبلوماسيه المغربيه في المحافل الدوليه وكذلك التنظيمات الدوليه. كما قال السي عبد الرزاق بان المغرب هي تعتبر من الدول اللي عندها واحد المكانه واحد الوزن على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي. اذا كنشوفوا بان المغرب تعتبر مجموعه من المنظمات يعني او التكتلات الاقليميه خاصه في امريكا اللاتينيه
عضو يعني صفه عضو ملاحظ. اذا يعني هذه المجموعه الجزائر ما عندهاش هذا الدور، يعني كيبقى الجزائر غير هي معاكسه يعني الانتصارات الدبلوماسيه اللي حققها المغرب، خاصه في المجال الاقتصادي، في المجال بان راه هذه القضيه ديال الاقاليم الجنوبيه اللي ولا كيشوفوا واحد يعني التنميه، واحد التطور، واحد الاستثمار، وكذا ذلك فتح القنصليات في الاقاليم الجنوبيه. هذا هو في حد ذاته واحد ما يعني اعتراف بمغربيه الصحراء بقوه القانون الدولي. اذا كنشوفوا مثلا هذا الاتفاق اللي كيكون ما بين الدول باش يتفتح قنصليات في الاقاليم الجنوبيه، خاصه في الصحراء المغربيه، خصوصا في العيون الداخله. انا كنقول بان هناك اراده بين الدولتين يعني باش تفتح يعني القنصليات. اذا هذا يعني الابعاد ديال هذا الفتح ديال القنصليات عندها ابعاد اقتصاديه، عندها ابعاد يعني استثماريه. واضيف الى ذلك القضيه ديال البناء ميناء الداخله، كنشوف بانه هو غادي يولي واحد واجهه لاستقطاب الاستثمارات الاجنبيه، سواء اللي جايه من الغرب، دول غرب افريقيا، او التدفقات الاستثماريه اللي جايه من امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. اذا بان المغرب غادي يولي مستقبلا واحد الدوله اللي عندها تنافس، يعني غادي تنافس مجموعه من الدول يعني اللي كتحاول، يعني خاصه ماشي ما كنقصدوش بان الجزائر كنعتبرها دولة فاشلة، يعني لم تعد لها قيمة على المستوى الدولي، تبقى فقط بعض الشعارات الدورة، يعني دولة ضاربة في، يعني تبقى غير شعارات خاوية ما عندها لا قيمة لا معنى. إذا كنشوفوا النظام العسكري الجزائر يعني كيعيش واحد المرحلة ديال اضمحلال، وكنشوفوا بأن يعني هذا التقارب اللي كيشوف بان هذا غير واحد النقطه اللي كنشوفوا مثلا هذه القضيه اللي قلتي قبيله بان مشى التبون الاخر القمه اللي كاين المناخ في مصر وحضر. يعني هذا اللي كنشوف بان شنو الدور ديال بان الدور ديال الجزائر في القضيه الفلسطينيه كما قال السي عبد الرزاق بان ما عندها لا دور، لا كتبقى غير شعارات خاويه. ما عندنا بان دور الدبلوماسيه المغربيه اكيد يعني هي عندها واحد تتخذ القرارات بشكل عقلاني وكتخدم بواحد الطريقه يعني رزينه وتريث. وبحكم بان المغرب الدبلوماسيه الملكيه خاصه بان هي حاولت يعني تقريب بين الاسرائيليين باش يتفتح، يعني باش معبر الملك الحسين، يعني باش ما بين فلسطين يعني ما يسمى يعني فعاليه ديال الدبلوماسيه المغربيه باش يتم يعني التقارب او التقريب بين يعني اطراف النزاع، خاصه ما بين اسرائيل وفلسطين. الجزائر ما عندها حتى شي يعني دور في هذا، كتبقى غير يعني شعارات في الفضاء ما عندها لا قيمه لا معنى. اذا اللي كنشوف بان فرنسا غادي نرجعوا الموضوع ديال فرنسا، اكيد بان فرنسا هي اللي مازال اذا كنشوف بان فرنسا على ما اظن انا بانها اتخذت يعني واحد من خلال الزياره اللي بغى يقوم بها ماكرون الى المغرب، يعني اتخذت يعني او قامت باعاده النظر في الموقف ديالها من اجل يعني التقارب مع المغرب، بحكم بان المغرب كيتعتبر واحد الشريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي كما قلت يعني في هذا النقاش اللي كان دار بيناتنا. اذا بان هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه دائما المغرب اعطى الملك واحد النقطه، يعني جلاله الملك واحد النقطه مهمه بان اي اتفاقيه التي لا تشمل الأقاليم الجنوبية أو اتفاقية التجارية التي لا تشمل الأقاليم الجنوبية ما يمكنش يعني تبر مع الدول اللي ما كتشمل، يعني الدول اللي ما كتعترف بمغربية الصحراء. إذا هنا كيبان بأن يعني تأكيد ملكية يعني المؤسسة الملكية أو يعني الدبلوماسية الملكي بان من هنا لقدام يعني الدول خاصة هما يبينوا الحقيقه ديال المواقف ديالهم تجاه القضيه الوطنيه. اللي عنده بغى يستثمر في المغرب وذاك الاستثمار يكون مرتبط بالاعتراف بالمغربيه الصحراء، ولا خلي الملف في الثلاجه ياك السي عاطف؟ اكيد داك الشيء اللي كاين دابا، راه كنشوف دابا بان الاستثمار بان خاص يعني بان الاقاليم السياده المغربيه راه كاينه يعني الاقاليم الجنوبيه، يعني ما يمكنش
كنذكروا واحد الاتفاقيه ما كتشملش يعني الصحراء المغربيه. اذا بان الخطاب ديال صاحب الجلاله يعني الخطاب واضح يعني وصريح، لان الدول اللي ما تزال يعني ما كتبغي تلعب الاجنده ديالها في الملفات ديال السياسه الخارجيه ديالها، يعني وجه يعني صاحب الجلاله رساله واضحه لهذه الدول اللي مازال عندها مواقف يعني غير واضحه تجاه القضيه الوطنيه. اذا شنو غادي نقول لك؟ شكرا السي عاطف، نورتنا وشرفتنا، تبارك الله عليك وصلى على النبي، الله يحفظ الشباب ديالنا. مرحبا. السي ابو نعمه دائما انا وياه على مرحبا. اتصال، السي ابو نعمه دائما انا وياه في اتصال على الخاص، يعني ما شاء الله صديقي وكواري وفنان وكل. تفضل السي ابو نعمه باختصار، احنا وصلنا الوقت. باختصار غادي نقول عندي واحد الصديق ديالي لبناني كان برلماني سابق في البرلمان ديال البرازيل. هذه واحد تقريبا واحد 10 ايام قبل انعقاد القمه العربيه يعني تلفن ليا وهذا، وقال لي انا غادي نفاجئك. قلت له شنو؟ قال لي رانا كندير واحد الكتاب بحث، العنوان ديالو سيكولوجيه الساسه الجزائريين. تصور معايا عنوان يشبه المسؤولين في الجزائر بانهم مراهقين. رغم ملي كنتكلموا على السيكولوجيه ديال العقليه ديال السياسيين الجزائريين، فمعناه انه يلزمهم الكثير من اجل انهم يكونوا يعطيونا سياسيين اللي غادي يعرفوا مصالح البلد ديالهم. وهذا ما اكده الرئيس ديال السلفادور في اخر خروج اعلامي ديالو، عندما يعني اقر بانه سيفتح قنصليه في الاقاليم الجنوبيه. فقيل له يعني ستغضب الجزائر. قال وماذا استفيد من الجزائر؟ قالوا له البترول. قال البترول والغاز عند جيراني كثار، انا لا افتش على الغاز بل افتش عن التبادل التجاري الذي بامكانه ان يجعل الشعب السلفادوري بعيد عن المجاعه. والمغرب هو الذي يمتلك مفتاح هذا من خلال الامن الغذائي، لكي الفوسفات اليوم يؤمن. مازال غادي نستقبلوا الاخ عاطف، سي عاطف، غير ونهضروا على هذه المساله، ونهضروا على المساله ديال الفوسفات. تفضل. نعم، واحد الاضافه هي ديال ان باش غير يعرفوها المتتبعين ديال هذا اللقاء، هو انه اليوم الجزائر بعدما خسرت جميع اوراقها، وبعدما يعني اعطت رشاوي للكثير من الصحفيين والاعلاميين والسياسيين والبرلمانيين والحقوقيين اللي ما بقاوش يبغوا يهضروا بلسان الجزائر لانه انتهت السيوله الماليه. اليوم الجزائر اتجهت الى المثليين. نعم، اتجهت الى المثليين وتدعم المثليين في امريكا اللاتينيه من اجل الترافع على القضيه الخسرانه ديالهم وقضيه الجمهوريه الوهميه. تصور معايا ان الجزائر البلد الاول في العالم الذي يمد التجمع العالمي للمثليين اللي كيتسمى الجاب، كيمولوا بملايين ديال الدولارات. وهذا غير باش شوف القباحه، شوف قله الادب، شوف قله الاخلاق. كل هذا ضد المغرب من اجل انك تدعم واحد الفئه، وانت مسلم وانت عربي ولك تقاليد ولك ونحن نعلم انه الكثير من اخواننا الامازيغ كذلك لهم تقاليد يعني فيها نوع من الحشمه ومن الوقار، وتجعل البلد ديالك اليوم يدعم المثليين في العالم. علامه استفهام. نعم، علامه استفهام. ومساله اخرى، انا اللي غادي نخلص عشاء دابا مع واحد الصديق من هذا المنبر هذا، كان نقول الاخ جمال تحياتي، لان هضرت معه قبل الخطاب، قلت له ودي راه صاحب الجلاله غادي يهضر عاوتاني على اليد الممدوده، وغادي يهضر وغادي يصيفط واحد الزياره لماكرون. قال لي والله قال لي ما شفتهاش. دابا قلت له نتخاطروا على عشاء، قلت له غادي يعطيهم اليد الممدوده وغادي يدير واحد الرساله لماكرون في ذاك الخطاب ديالو. ودابا غادي نسلق، انا مخلص عشاء دابا التسويت. شكرا السي عاطف، تبارك الله عليك.
والله الا شرفتنا، تبارك الله عليك، وكنتمناو لك التوفيق. مرحبا. اللهم ونتمنى ان امين. شاء الله، ان شاء الله تعيطنا ونحضروا لا سيتونونس تاع الدكتوره ان شاء الله. مرحبا. سي ابو نعمه تجي ونخلص عليك عشاء وفطور ومرحبا بك. شكرا. مرحبا. شكرا سي احمد، الله يحفظك. شكرا على الاستضافه، وشكرا على السي عبد الرزاق، صراحه انت هو رجل طيب ونعم الرجل. الله يحفظك. شكرا. وانا كنتمنى من الاخوان كنجيب لكم قامات يعني تبارك الله والصلاه على النبي، ولكن الدعم ما كاين شيء. اتمنى صادقا انكم باش تشجعونا ونجيبوا لكم ضيوف بمستوى عالي ونناقشوا مواضيع بمستويات عاليه. كنتمنى صادقا انكم تحاولوا انكم تدعموا قناه الجريده المغربيه. بالنسبه لهذا البث المباشر سيكون مسجل في القناه، اللي بغى يشوفه من بعد مرحبا باش انه يستافد. كنشكر الاخت على راسهم سلوى الكافي، شكرا على المجهودات ديالك. كنشكر كل من تابع هذا البث المباشر. الى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. تحياتي. السلام. تحياتي محمد. حولي.